يا صباح الخير والهنا والسعادة على عيونكم. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة عملت فيديو سريع وحلو جدا وخفيف كده ان شاء الله. عملت فطار وعملت غدا. ده كان فطار وينفع برضو غدا. يعني الأكلة دي تنفع كمان غدا في الأكلة بقى الشعبية. هنا كنت عاملة تونة بحط عليها طماطم، هما الولاد بيحبوها عندي بالطماطم. ف بحط عليها طماطم وليمون وبقلبها وكده بيبقى الطبق التونة معايا جاهز، بيبقى طعمه حلو جدا. طبعا التونة طعمها بيبقى حلو والناس كلها بتحبها، بس طبعا عشان سعرها رفع شوية فيعني من وقت للتاني كده بجيبها، يعني مش على طول بس من وقت للتاني برضو بجيبها. عملت لهم الاكل ده في الفطار. ممكن بقى احنا نعمله في الغدا. نزود عليه مثلا فول، نزود طعمية، نزود بتنجان، نزود فلفل مقلي. ما نزودش حاجة ويبقى برضو أكلة جميلة في الغدا. من الأكلات الشعبية المصرية الحلوة جدا ما شاء الله. يعني والله أنا عايزة أقول لكم إن الأكلة دي بتأكل يعني أكتر، بتفتح النفس أكتر من الأكلات اللي هي فيها لحوم وخضار وكده. تبقى أكلة حلوة جدا جدا. ممكن تعملي معاها بطاطس بالبيض. تعملي معاها بيض مسلوق، تعملي معاها اللي انت عايزاه. عايزة تنقصي حاجة تنقصي، عايزة تزودي حاجة زودي براحتك خالص. تبقى أكلة جميلة ومشبعة وتغيير برضو، لأن زي ما احنا اتفقنا مش كل يوم هيبقى آه لحوم يعني، أو فراخ أو لحمة أو سمك أو كبدة، مش كل يوم. فيومين كده يعني يوم مثلا لحمة ويومين كده عشان تعرفي الدنيا تظبط معاكي لآخر الشهر. وبيبقى طعمه حلو جدا ويومه بيتقضى وخلاص. والله كلت لحمة البطن مش هتقولك شكرا، كلتي بيضة برضو البطن مش هتقولك شكرا، وكده كده الحمد لله بنشبع يعني. فتمام جدا يعني ايه. الاكلة دي الصراحة حلوة قوي انا بحبها. ف وبطاطس بقى طبعا معاها والبيض والتونة. ده كنت عامله لهم كده فطار، بس انا بقول لكم ينفع برضو ايه نعملها في الغدا. اللي عايز يعملها في الفطار يعملها، اللي عايز مثلا ينقص منها التونة ويعملها بقى في الغدا برضو مفيش مشكلة. عشان التونة بقت غالية شوية. دي كانت أول أكلة معانا اللي هي بتاعة الفطار. ندخل بقى على أكلة الغدا. أكلة الغدا كانت حلوة جدا، كل الشعب المصري بيحبها. عملت مكرونة حمراء أو بصلصة وأسباجيتي. هما الولاد كانوا عايزينها أسباجيتي فأنا عملت لهم اللي هما عايزينه. وعملت معاها بانيه وعملت معاها سلطة كده، طبقين سلطة حلوين كانوا الصراحة. يعني بتقطعي مثلا طماطماية على خيراية على فلفلاية على جزراية، على ليموناية كده، الدنيا ايه تلاقي معاكي طبق السلطة ما شاء الله كمل وبقت الدنيا زي الفل. عملت معاها بقى المكرونة. عايزة اقول لكم ان الغدا ده لو مكرونة وسلطة بس هيبقى زي الفل والله. او مكرونة وبيض برضو مسلوق بيبقى تحفة. يعني احنا بنحبها جدا الاكلة دي اللي هي المكرونة بالبيض، بنحبها قوي قوي. والمكرونة بالسلطة برضو حلوة جدا الصراحة. آه، فانا عملت النهارده بقى طبعا ايه معاها البانيه اللي احنا كنا عاملينه مع بعض في المفرزات واكلات التوفير، من صدر فرخه او من ربع، مش من صدر كامل يعني من ربع. بصوا ما شاء الله ده البانيه اللي طلعهولي الربع الصدر الفرخه. يعني ما شاء الله يعني. عايزه اقول لكم يعني بيكفي من 4 ل5 افراد مرتاح. اهو عملنا الغدا وكان مية مية وشبعنا وكلنا والحمد لله رب العالمين. وبرضو عملنا لحوم وما حرمناش نفسنا من حاجة. اللحوم يا جماعة مش بكترها خالص 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 صراحة. وطقم المعالق الجديد منور هناك اهو، بصوا شكله شيك قوي الصراحة، عاجبني قوي. عشان كده الصراحة عجبني لما عجبته يعني لما بيعجبني حاجة في حاجة المطبخ بالاخص بحب اجيبها قوي. مين زيي بيحب دايما يجدد في المطبخ؟ يعني انا دايما شايفة ان المطبخ هو اهم حاجة في الشقة. يعني عشان احنا طول الوقت يمكن قاعدين فيه او طول الوقت بنقضيه فيه. فبقى محتاجة دايما ان انا اشوف حاجات جديدة، محتاجة دايما تغيير. انا من النوع اللي بحب دايما التغيير الصراحة.
انا بفكر بقى الفترات الجايه اجيب مثلا حلل اجيب حاجات خاصه بالمطبخ، يعني بحب جدا اجدد في المطبخ. ايه رايكم بقى في الاكل اللي يفتح النفس دوت وفي نفس الوقت ما كلفناش اي حاجه؟ هما مثلا كيس ولا كيسين مكرونه اللي انت هتعمليه على قد اسرتك يعني، وصدر فرخه او ربع فرخه بمعنى اصح، عشان في ناس بتفكر صدر اللي هم ايه صدر الفرخه كامل يعني الربعين. لا، هو ده ربع واحد. بصوا ما شاء الله والله. جبت فيجيتار سايب طبعا من عند العطار، قولي له عايزه بقسماط ناعم فاتح، اهم حاجه يكون فاتح عشان ما يسمرش الزيت، وفي نفس الوقت البانيه يطلع غامق. والسلطه برضو ما بتاخدش اي حاجه، يعني نوع يعني طماطمايه مثلا، خيارايه، جزرايه، آم، فلفلايه، اي حاجه عايز تحطي عليها وحدات يعني، فاهمين؟ بيعمل لك طبقين حلوين جدا مع الاكل. مش عايزه بقى ولا مخلل ولا محتاجه اي حاجه، ما شاء الله هي الاكله كده كامله متكامله، مش محتاجه اي حاجه. وكده خلاص خلصنا الفطار وخلصنا الغدا ويومنا خلص الحمد لله. العشاء بقى بيبقى عشاء خفيف، كوبايه جبنه كوبايه شاي مع سندوتش جبنه، اي حاجه خفيفه كده. واليوم بيتقضى وخلاص الحمد لله. ايه رايكم في فيديو النهارده؟ يا رب ان شاء الله يكون عجبكم ويكون ما طولتش عليكم الفيديو النهارده، يعني اختصرته شويه عليكم، عشان ما تزهقوش وتملوا، ويا رب يكون عجبكم باذن الله. واشوفكم في فيديو جديد، وهتوحشوني من هنا الفيديو الجاي جدا جدا جدا. اقول لكم دلوقتي يا حبايب قلبي في رعايه الله، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع الف سلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.